بحضراتكم من جديد. قبل الفصل كنا بنتكلم مع دكتور علي عبد المنعم في الشأن الاقتصادي، وخرجنا بحاجه مهمه قوي، ان احنا محتاجين في المرحله اللي احنا فيها دي ان تبقى في تجميعات من الشباب. التجميعات دي تبتدي تشتغل شغل انتاجي حقيقي على الارض، وهنا تدخل دور الدوله في هذا الموضوع. اذا لازم المجتمع السياسي في مصر يهيئ البيئه المعرفيه والبيئه النفسيه وربما ايضا البيئه التشريعيه والقانونيه لهذا الامر. استاذ سامي بدر الدين، امين مجلس الحكماء بحزب الدستور، اهلا بحضرتك. هل ترى حضرتك ان فكره المصالحه الوطنيه بنقعد نتكلم مع بعض ونتخانق في الندوات او في الشاشات والخناق هيقعد مستمر؟ لان طول ما بنقعد نتكلم ما بننتهيش. صحيح. لكن نبتدي يلا بينا نشتغل على الارض واحنا برضه بنتكلم. هنا لو في اي خلافات سياسيه، في اي اختلاف رؤى، هنا هيبقى الهدف عندنا ان احنا نجيب جول. صحيح. انا هقول لحضرتك من البدايه، احنا شعب مصر قام بثوره 25 يناير شهد بها العالم واصبحت ايقونه العالم كله. لكن لازم نفهم حاجه مهمه، ان مصر دوله مستهدفه. قبل كده في 67 مطلوب ان الجيش المصري ينتهي، وقد انتهى، وقام الشعب المصري وبنى جيشه من اول جديد. بعد كده حصل 73، ثم بعد التطور انا بشرح دلوقتي اللي هي المؤامره الخارجيه على الوطن العربي كله. تدمير الجيش العراقي كان لا ده سريع. استاذن حضرتك في جزئيه معينه. اتفضل. معلش. الجيش المصري لم ينتهي في 67. لا انا مش قصدي، انا قصدي الانتصار. يفقد الرغبه والقدره. لا من على هوضح لك بالظبط. هي وان كان حصل انكسار عسكري او نكسه عسكريه، الا ان الشعب المصري بعدها قام على طول، ودي قوه الشعب المصري الحقيقيه. فهنا الغرب تفهم ان الشعب المصري لا يمكن كسره من الخارج. يعني اللي حصل في 67 هو ضرب من الخارج. تمام. خدت بال حضرتك؟ الشعب ده لا يمكن كسره من الخارج، لان كنا في لحمه وكنا في وحده غير طبيعيه. ان الشعب كله صار وما عندوش جيش او معظم القوات المسلحه مضروبه، الا انه صار وقرر ان هو لازم يكمل ولازم ينتصر، وقد انتصر. ناتي للنقطه اللي بعد كده، تكمله المؤامره، ان جيش العراق اتهدم. جيش سوريا بيتهدم دلوقتي، ايا كان منتصر فسوريا في نهايتها. لان طالما دخل الصراع ودخلت الثورات عبر السلاح، يبقى النتيجه الدوله ديت انتهت. فاضل جيش مصر. جيش مصر هو الجيش العربي اللي عقيدته مصريه عربيه. طيب مطلوب هدمه ازاي؟ ناتي بقى للقصه بتاعت الشعب. هسيب شويه كده وبعد كده ناتي لثوره يناير. فثوره يناير بهرت العالم، لكن في النهايه لما الشعب يتوحد ويبقى ده معناه قوه مصر، ومعناه برضه ان جيش مصر مش هينهدم. يبقى مطلوب التآمر عليه الانقسام، وقد تم الانقسام، واصبح شعب مصر دلوقتي ثلاث حاجات. حاجه الثوار، وما يسمى بالفنون، والاسلام السياسي. الثلاثه في تصالح. انا هنا مش هقول مين صح ومين غلط أو لكن انا هقول ان اذا فشلت مصر واصبحنا في تناحر. طب والكنبه فين؟ ما هي الكنبه هي اذا كانت شايفه، انا بخرجها من المعادله يعني رغم اهميتها، بس انا بخرجها ليه؟ لكن انا شايف ان الكنبه كونها قاعده في الكنبه، فهي مساهمه في ده في الانقسام. لا ما هي نزلت. ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي لك ان الكنبه مش كنبه. لكن انا عايز اقول لك الصراع بين ثلاث اطراف: الفنون او ما يسمى بالفنون، الثوار، الاسلام السياسي. كل واحد او كل طرف فاكر ان هو يمتلك الحقيقه، اذا هو الصح والباقي خطا. الفنون بيقولوا عايزين يوصلوا لنا رساله ان انتوا ثورتكم في 25 يناير كانت ثوره فاشله وان نظامنا صح. خدت بال حضرتك؟ وبيصدر لك الفكره دي. الاسلام السياسي كان خطابه على 3 مراحل على مدار الثوره من 25 يناير. من بدايتها كان عصام العريان يطلع يقول لنا احنا فصيل في الشعب المصري، فصيل جزء في الشعب المصري،
وكل طبعا ده اصلا هو كمثل، انما كلهم كانوا بيقولوا كده، احنا فصيل بيدخل اول دخوله كان 28 يناير، بعد كده قال لك ده احنا من البدايه مش عارف ايه. المهم مرحله ثانيه لما بعد البرلمان قال لك الشرعيه للبرلمان وليس الميدان. ده تطور ثاني، مرحله ثانيه، بمعنى ان انا بقى مش فصيل مصري، انما انا شرعي، لان انا اللي خدت البرلمان. اذا الميدان ده يروح، اذا مفيش مظاهرات، ده المنطق. وبالتالي محمد محمود ومجلس الوزراء والكلام ده كله كانوا كلهم بيهاجموهم وكانوا بيتعاملوا معاهم بسخريه وكلام غير لائق يعني. بعد كده حاليا ومن اول بالظبط الرئيس مرسي مناسب او من تحديدا من بعد 21 نوفمبر اللي هو الاعلان الدستوري، انا الثوره، بيتكلم بانا الثوره وانا مصر وانا من يتحدث بالشعب المصري. الثوار بيتكلم بالمنطق، انا مفجر الثوره وعن حق، وانا صانع الثوره وعن حق، اذا انا احكم وانا الافضل. هنا وان كنت انا معاك ان انت مفجر الثوره، لكن في النهايه شعب مصر كله اللي عمل الثوره، شعب مصر كله اللي يشمل حتى الاخوان، كل فصيل في الشعب المصري هو اللي عمل الثوره في 25 يناير. ما كانش حد بيفرق ما بين بنت وولد، راجل بدقن مش بدقن، كل فصيل شعب. دي القوه الحقيقيه للشعب المصري. اما ان انت تختزلها بقى، الاخوان يختزلوها في الاسلام السياسي بتاعهم، والثوار يختزلوها في ان انا الشباب وانا المحرك وانا اللي لازم احكم. هنا انت مفجر الثوره على الحق، ده الشباب، لكن قد لا تحكم، لان الحكم نفسه محتاج كفاءه. يبقى انا هنا محتاج الكفاءه في اداره البلاد. طيب الوضع الحالي النهارده عايز ارجع لنفس النقطه. اتفضل. هنا انا بميز الاول ثلاث صراعات، يبقى انا محتاج اخاطب عشان ارجع للمصالحه. خدت بال حضرتك؟ اولا المصالحه ليس معناها التعامل مع الارهاب او التصالح مع الارهاب او المفسد. اذا كان انت صرت في 25 يناير على نظام مبارك الفاسد، فانت صرت ايضا في 30 يونيو، خدت بال حضرتك، على نظام مرسي مش الفاسد اللي كان بيفتت الدولة، لانه داخل من اول مرحلة يكسر او في خناقات مع مؤسسات الدولة. ده مش المطلوب. مين هيصالح مين وهيصالحوا بايه وهيصالحوا ازاي وهيصالحوا بايه في ايه؟ جميل. انا دلوقتي محتاج اوجه كيف ادير الخطاب للثلاث اطراف دول. وانا عندي اربعه دلوقتي، ما عندي الكنبه خلاص. ماشي. الكنبه دلوقتي نزلت زي ما حضرتك قلت، وده حقيقه نزلت في 30 يونيو، يمكن ما نزلتش في 25 يناير. لان ما حصل في 30 يونيو و26 كان يفوق كتير في 25 يناير. لا دي كانت ثوره محدده المعاد. تمام. بتاع الكنبه نزل او في الغالبيه بتاعه نزل، واللي كان قاعد في البيت برضه معاه. اذا الجديد في الشعب المصري ان كل بيت في مصر دلوقتي بيتكلم في السياسه وبيتكلم في الدستور، وده حاجه رائعه، وبيساهم في ايه؟ في رؤيته. هو بيتكلموا في الدستور ولا بيتكلموا في السياسه ولا بيتخانقوا في السياسه؟ لا، هو دلوقتي مطلوب الطبقه اللي بيتخانق هو الايه؟ الاقطاب. لذلك انا مطلوب دلوقتي، انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي مطلوب تصالح الثلاث اطراف دول. لازم يفهم ان مصر بتاعت المصريين كلهم مش بتاعت حد معين. يعني بمعنى في 25 يناير اللي عايز يقول مثلا بالتحديد ان فصيل الثوار زائد الاسلام السياسي اقصوا مبارك وما يسمى بالفلول. المتأسلمين اللي هو الاسلام السياسي دلوقتي او الاخوان او سميه اي تسميه، يعني بيقول لك ان الفلول مع الثوار اقصوا الاخوان. احنا مش محتاجين ده، مش محتاجين والنهارده وانا سامع نغمه حاليا في بعض الاعلام ان بعد نجاح 30 يونيو نغمه من ما يسمى بالنظام مبارك، يعني ان ايه؟ اركب القصه دي بقى. يعني يركب، يكون هو زي الاخوان ما ركبوا الثوره كده، هو يركب اللي جايه دي. الاتجاهات دي كلها غلط. دي معناها ان احنا هنتم كشعب مصر
في صراع الى النهايه. احنا ليه نسمي الاربع شعارات حريه كرامه عداله؟ ما هو كلنا مش بيتكلموا بيها، الثوره قامت مش عليها. ده مشروع العمل. جميل جميل. هل بعد مرسي على طول بعد البرلمان هل حصل في ده؟ لا، كل القصه اتحولت ناحيه الاسلام السياسي، ناحيه الثوره الاسلاميه، نحو دوله الخلافه. هو انا قمت بثوره 25 يناير عشان دوله الخلافه اللي اثبتت فشلها على مدارها كلها ما عدا الخمس خلفاء الراشدين، الاربعه الرئيسيين زي عمر بن العزيز، سيدنا عمر بن العزيز، الخمسه دول هم المثل الناجح في دولة الخلافة. أما خدنا العباسية والأموية والكلام ده كله حتى وإن نجحت لحظة إلا إنها بتنجح على جثث التانيين، فده مش معناه إن المثل ده صح. القطاع الأكبر من الشعب المصري عايزين عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. تمام. عايز آخد مرتب يسترني لحد آخر الشهر، عايز أعلم ابني تعليم كويس أضمن بيه مستقبله، وانه عند سن معين هو يتجوز وبنتي تتجوز، وان انا امن على حياتي في الشارع وفي بيتي، واعيش حياه بسيطه، ولما اركب مواصله عامه اركب مواصله عامه ادميه عشان اعمل ايه؟ ولما اتعب اجد رعايه اجتماعيه مقبوله، ولما احصل يعني اكبر في السن او يحصل لي حاله من العجز الاقي رعايه اجتماعيه. دي حقوق انسانيه طبيعيه جدا. جميل. انا النهارده ده اللي عايزه الشعب، ده مشروع العمل اللي عايزه الشعب. جميل. الاخرين عندهم مشروعات سياسيه خاصه بالاسره. تمام. انا عشان اعمل ده كشعب مصر او كحكومه او ايا كان لازم انتهي من العمل الثوري. العمل الثوري بيغير نظام عشان ياتي بنظام يعني تاني. من العمل الثوري؟ انتهي من العمل الثوري ابدا في ايه؟ في العمل المؤسس، عمل الانتاج. الانتاج بنفس العقليه اللي قبل كده ولا فكره؟ لا، دي فكره. يعني لازم بدل ثوره سياسيه يبقى عندي ثوره في الصناعه، ثوره في الفن، ثوره في العلم، يعني الفعل الثوري يتحول الى ثقافه انتاجيه. لكن فكره انا اوقف العمل الثوري بالظبط كده. اللي بيحصل دلوقتي هو توقيف زي ما حصل بعد 52 بالظبط. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اتخلص اولا، لازم اللي هي التفويض بتاع القوات المسلحه والحكومه بصفه عامه، ان احنا نتخلص مما هو خطر على مصر. الارهاب لا يعني الاخوان، والارهاب لا يعني كل واحد مسلم، عشان خاطر المسميات تكون في صف صحيح. انما اي شخص يستعمل العنف ولو كان هو مين، ولو كان هو من ينتمي اي كلمه تيار، يعني كلمه الارهاب لا تعني ان انت بتصدقها على فصيل معين، لكن كل هو عايز ياخدها هو حر. فهنا لازم انتهي من ده اولا. بعد كده بعمل ورشه عمل او ورشه مصالحه للكل. الثلاث اطراف دول لازم كل حد فيهم يفهم، لازم الاخوان تفهم ان هم فصيل في الشعب المصري، لازم يفهم النظام مبارك اللي معلش فساد يعيش في الشعب المصري واهلا بيه، ونبدا نشتغل كلنا على بعض. الثوار لازم يفهم وان كان مفجر الثوره لكن مش شرط هو اللي يحكم. لازم دي مهمه، لان في نغمه بس هو عايز افكار وهي تحكم. انا معاك. انا مش بص، الافكار ليس عليها سلطان لا من الشيخ لا من العجوز ولا من الشاب. اذا انا محتاج الفكر. مصر محتاجه علم، مصر محتاجه انا هنا لا بهدر، لا عايز اهدر قيمه الخبره ولا عايز اهدر الفكر بتاع الشباب. خدت بال حضرتك؟ دي مع دي. انما اذا قلت مين يحقق؟ اتفضل. مين يحقق ده؟ اللي يحقق ده هو اذا حصلنا ان انا ايه لازم اقبلك وتقبلني. عندنا النهارده وزير العداله الانتقاليه وهي موكله لوزاره العدل. تمام. طب ايه اللي تم على الارض في الاسبوعين؟ انت دلوقتي اذا كانوا هم نظام مرسي بيقول لك في سنه انتوا ما استنيتوش علينا ما حكمناش 30 سنه عشان سنه بس ومع كذا. انا معاك ان فتره الاسبوعين طويله، هي قصيره، بس انا قصدي لازم اخد قرارات سريعه. يقول لي انا ناوي اعمل، انا بدرس كده، انا بدرس 2 3 انا امبارح قدامي كمان شهر. انا امبارح على الفيسبوك قلت ارفض ما تفعله الحكومه الحاليه من انها يعني ايه، مش عايز اقول انها رخوه، لا، وما اقدرش احكم على الاداء لان برضو اللي على البر عوام زي ما بيقولوا، لكن عايز اقول ايه، ان انا الشعب المصري كله فوضك في اتخاذ قرارات حاسمه ضد الارهاب ده لا يعني فصيل بعينه. اذا علي اخذ اجراءات ناحيه كده. كون الغرب وقاعد يعني انا ضد ان اشتم تيجي تشوف مرسي
ليس معناه ان انا ضد حقوق الانسان. انا لازم اكون انا مثل في حقوق الانسان، مش اشتم تيجي تحدد لي ولا مع احترامنا لكلهم ولا بتاع المانيا ولا بتوع الاتحاد الافريقي. انا هل مبارك حد زاره؟ انا طبعا مش مبارك خالص ولا كده، لكن لازم تكون معايير واحده. يبقى هنا ان هو رافض يستقبل وفد حقوق الانسان المصري. جميل، ما انا قلت قلت اذا انت الوفد راح يزورك من مصر ورفضت تقابله، لكن قابلت الاجانب ليه؟ اذا انت راجل من اول ما جيت، ودي من النقط السلبيه الخطيره عنده، باصص لبره. احنا عندنا في الدستور، ويمكن من عظمه عبد الناصر ديت واحنا بنحاول نكون كده، الانسان المصري اولا. احنا عندنا في الدستور شعار كده في كلمه واحده، الانسان اولا. لازم انا كسياسي او انا كقائد في البلد ديت ابص لشعبي عايز ايه وافرضه على شعوب العالم، وافرضه على كل مش ابص لقياده امريكا عايزه ايه ولا قياده اوروبا عايزه ايه واترجمها وافرضها على شعبي. امريكا بتعمل كده، واسرائيل اللي هي العدوه لنا بتعمل كده. يعني اسرائيل نفسها بتشوف شعبها عايزه ايه وتفرضه. طب احنا محتاجين بعد اذا عشان يعني وقتنا في الحلقه او في اللقاء مع حضرتك انتهى للاسف يا استاذ سامي، احنا محتاجين في المرحله اللي جايه انتوا كمجالس حكماء، كخبراء، كقيادات حزبيه من مختلف الاحزاب في مصر، مع الحكومه المصريه وبالتحديد مع ملف العداله الانتقاليه، انكم نشوف لكم حاجه قريبه على الارض في اسرع وقت. هقول لحضرتك مثلا حصل. احنا دلوقتي يعني في الدقيقه اللي احنا انتهى. لا سريع خالص. هقول لك احنا حتى مش احزاب فقط، احزاب زائد منظمات مجتمع مدني. مطلوب لان هي الاحتكاك على الارض، وهي اللي يكون لها التواصل ما بينها وبين الاداره، وهي اللي تقدر تنور للاداره الحاجه اللي مش شغاله معروف. وده حصل مثلا شخص معايا كسامي بدر الدين في واقعه او في حادث كان تم في شركه تمويل الاسمده، اظن معروف كده، وفي شهر 12 وتجمهروا وكذا. رحت انا بشخصي قدامهم عند مديريه الامن والجمهورين، وخدت مجموعه منهم ورحت للمحافظ محمد عطا عباس تكلمنا كتير. المهم في الاجتماع ده طلع قرار بتشكيل لجنه لبحث حاله الموضوع يعني، وكنت انا في تشكيل لجنه بقرار، انا واحد منهم، وحلينا المشكله على بترضي الناس وترضي الشركه، والشركه استقبلتنا ورحبت بده. المهندس حضرتك عايز تاخد نفس المنهجيه. عايز اقول لك في نقطه، لا اصل فيها نقطه حصلت دلوقتي هي دقيقه واحده. هي دقيقه واحده. ايه اللي حصل؟ ان المهندس سعد يعني الشركه موافقه تنمي المنطقه وتعمل وتدي وكذا، وما عندش والناس وافقت. يعني اذا الطرفين المتصارعين تم ده. عارف العقده كانت فين؟ احنا اوصينا بقرار باقتراحاتنا يعني للمستشار عادل منصور اللي هو محمد عطا عباس، ف ان يتم تشكيل لجنه ان هي تاخد فلوس من الشركات دي تعمل بالجانب مشروعات انتاجيه. ما حصلش لغايه دلوقتي، من شهر واحد لغايه دلوقتي. طب لو تحب تتابع القصه دي قرار 1835. تمام. اذا انت عندك نقطه في الاداره خطا، ان هي لا تساعد المجتمع المدني على اداء دوره. يعني انت بتطلب ان الحكومه بالظبط كده قله جهاز الدوله يساعد المجتمع المدني. تمام. لان هو المجتمع المدني ما عندوش سلطه وهو بيمشي العرض. خدت بال حضرتك؟ مهم ان هي تساعده عشان يكون اداؤه هو ممتاز. تمام، عشان ينجح بالظبط كده. استاذ سامي بدر الدين، امين مجلس حكماء بحزب الدستور، شكرا جدا على هذا اللقاء. يا رب نتمنى كل الخير لمصر في المستقبل القريب جدا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.